هتاكل إيه النهارده يا عمو جمال؟ النهارده هعمل الخميرة البيرة. الخميرة البيرة دي هعملها ازاي؟ اول حاجة هجيب كوباية عادية اهي، وقدامي قالب الخميرة. قالب الخميرة بيبقى كبير. هحط في الكوباية معلقة واحدة من السكر. في الكوباية معلقة واحدة من السكر. القالب بتاع الخميرة حجمه كبير. لما باجي يجيب القالب على بعضه، يا بجيب قطعة على قد ما انا هشتغل. انا مقسم القالب لحوالي 8 اجزاء او 10 اجزاء. فانا بالنسبة لي بحب اخد قطعة كده حلوة كبيرة وبحطها في الكوباية. ليه؟ الخميرة بيرة بالنسبة لي بتخلي دراعي زي الحديد وبحتاجها قبل التمرين. تمام. الكمية اللي انا بحطها دي بروح منزلها على السكر اللي موجود في الكوباية. ببتدي ان انا افتتها واحدة واحدة، اطحنها كده بالمعلقة، اقلبها. ولازم ان انا اقعد اقلبها مع السكر زي ما انتوا شايفين كده، بقعد اقلبها يمين وشمال. ليه؟ عايزهم ان هما بيتفاعلوا كده مع بعض، بدل ما السكر يبقى لوحده والخميرة لوحدها. لما الاتنين بيتفاعلوا هتشوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي. هتبقى عاملة زي المية. هتبقى عاملة زي المية. بس طبعا بتاخد شوية جهد. مفيش حاجة بتيجي بالساهل. انا محتاج ان انا اشرب الخميرة بيرة عشان تخلي دراعي زي الحديد. مفيهاش حاجة لما اتعب شوية واقعد اقلب الكوباية عشان اخد النتيجة الحلوة اللي انا عايزها. تبتدي ان هي تتخلط كده مع السكر، وتبتدي ان هي تسيح واحدة واحدة. وتبتدي ان هي تسيح واحدة واحدة. برضه نقلب فيها لغاية القوام بتاعها ما يبقى عامل زي المية. مية، هتبقى عاملة زي المية بالظبط كده. تمام. التقليب اللي انا بقعد اقلبه ده بخليهم يندمجوا ويتفاعلوا مع بعض. ابتدت ان هي تبقى معايا زي المية. برضو اديها شوية تقليبة تانية لغاية اما الاقيها عاملة زي المية خالص، تبقى طرية جدا وزيها زي المية. اخر حلاوة كده احنا ابتدينا نبقى تمام. طيب، اقلب لغاية اما اشوف السكر كله اختفى وداب والخميرة دابت وبقى في ايدي دول عبارة عن شوية مية. بعد كده بجيب بقى شوية مية دافية، نص كوباية او ربع كوباية مية دافية. مية دافية اروح حاططهم عليهم وابتدي ان انا اقلب، ادمجهم مع بعض. ادمجهم مع بعض. وبعد ما ادمجهم مع بعض هنعمل هنغطي الكوباية. وبعد كده نشربها بالهنا والشفا. انا بشربها قبل التمرين، ودي الكوباية اللي انا بعملها لنفسي عشان عندي تمرين كمان شوية ومحتاج ان انا اشرب حاجة تخلي دراعي زي الحديد. ما تنساش في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.